دي سلسلة دستور البيت السعيد، وده الجزء الأول. سوء الفهم هو البعبع اللي بياكل أي علاقة من غير ما نحس. والمشكلة مش إننا مش بنتكلم، إنما كل واحد فينا ليه لغة تانية خالص وهو فاكر إن هو واضح. ودايما بنسمع جملة أنت مش فاهمني وأنت مكبرة الموضوع، وفي الأصل كل واحد فينا عنده حق. طب يا ترى ليه؟ عقل الراجل مختلف عن عقل الست في إن كل حد فيهم ليه سيستم في استقبال المشكلة وترجمتها وحلها. زي مثلا إن الست بتحب تحكي التفاصيل والراجل بيحب الخلاصة. الست بتحب تفرغ الشحنة اللي جواها وتحكي في إنها قالت وفلانة ردت عليها والجو كان عامل كذا. وطبعا على عكس الراجل أول ما يبتدي يسمع فجهاز حل المشكلة يشتغل عنده فورا، فيرد عليها ويقول لها بس انت كنت المفروض تعملي كده من الأول. وفي اللحظة دي بتحس ان هي انسانة رغاية وان هو مش مهتم بيها. بس لو كنت هزيت دماغك وقلت لها ليكي حق وليكي حق في انك تزعلي، وقتها ما كانتش هتحس ان هي متضايقة. تاني نقطة في سوء الفهم، الراجل لما يزعل او يتضغط فبيسكت، وتلاقيه بيقلب في الموبايل او بيقلب في التلفزيون. فلو انت سبتيه دخل الكهف بتاعه لمدة نص ساعة هيرجع يسمع منك كويس جدا ويطبطب عليكي ويحللك المشكلة. تالت نقطة، الست عندها قاموس في الكلمات يختلف تماما عن قاموس الراجل. فمثلا لو الست قالت احنا عمرنا ما خرجنا، هي مش قصدها انهم محبوسين من يوم الجواز، هي تقصد انا نفسي اخرج النهارده. انما الراجل للاسف بيترجم كلامها حرفيا ويقول لها عمرنا، ده احنا لسه خارجين الاسبوعين اللي فاتوا، وهوب تبدا الخناقه التاريخيه. الحل بلاش كلمات التعميم، عمرك، دايما، ابدا. والراجل لازم يفهم ان الكلام ده بيبقى له احبه بس الست خانها التعبير. رابع حاجه والاخيره، نغمه الصوت اهم من التعبير. الراجل حساس قوي للنبره اللي فيها اوامر وفيها تقليل من شأنه، والست حساسه قوي للنبره اللي فيها سخريه منها او رد ببرود. الخلاصه، الراجل محتاج التقدير ومحتاج يحس ان كلامه مسموع، والست محتاجه للامان ومحتاجه تحس ان مشاعرها واصله للطرف الثاني حتى لو مش منطقيه من وجهه نظرك. انا احمد القاضي المأذون الشرعي، وده كل اللي اعرفه. السلام عليكم.